الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية رئاسية جديدة، فترة رئاسية جديدة من 2018 ل 2022. ألف مبروك للشعب المصري، ألف مبروك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة الرئاسة الثانية. هنكون معاكم على الهوا ولمدة ساعة من دلوقتي أحمد الصفتي ومحمود ربيعي في تغطية خاصة لنتائج الانتخابات الرئاسية. محمود مساء الخير. مساء الخير يا أحمد، وألف مبروك ليك وألف مبروك للشعب المصري وألف مبروك للرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة هنكون معاكم على مدار ساعة محمود ربيعي وأحمد الصفتي على DRN 93.7. هنتابع في الساعة الأولانية دي 4 ملفات مهمين جدا شفناهم في ال4 سنين اللي فاتوا، وهم الملف الأمني والملف الاقتصادي والملف التعليمي وملف الصحة. تمام. معانا في كل ملف خبير هيكلمنا على ايه اللي حصل في ال4 سنين اللي فاتوا من إنجازات، وايه اللي بنتوقعه في ال4 سنين اللي جايين. تمام. وغير كده كمان يا محمود عايزين نقول لكل اللي بيسمعونا، لو حابب توجه رسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة ولايته الثانية، لو عايز تقول تعليق عن اي حاجة حصلت في الفترة الرئاسية السابقة، لو عندك سؤال عايز تستفسر عنه او عندك فكرة كمان حابب انك تعرضها للسيد الرئيس في الفترة الجديدة، هنستنى رسائلكم على 9370 او تليفوناتكم على 1770 ومن اي خط ارضي على 0900 9370. انا عايز اقول كمان يا احمد للناس، مش لازم كمان يكون تعليق بقدر ما كمان قولوا لنا افكار، قولوا افكار مشروعات، قولوا وجهات نظركم، حابين ايه الملفات اللي يتم الاهتمام بيها في ال4 سنين اللي جايين. خلونا قبل ما نخش في تفاصيل الساعة بتاعتنا نقول اجمالي الاصوات او النتائج اللي اعلنت بشكل رسمي النهارده. اجمالي ما حصل عليه المرشح الاول الرئيس عبد الفتاح السيسي هو 21,835,387 صوت بنسبة 97.8%. وده يا محمود من اصل 22,491,921 صوت صحيح. يعني كده الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على عدد الاصوات دي بنسبة 97.8%. بالظبط. المرشح الثاني موسى مصطفى موسى حصل على 656,534 صوت بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة. بالظبط. وخلينا بقى ندخل في أول فقرة معانا في حلقتنا النهاردة. أول ملف زي ما أنت ما قلت يا محمود هو الملف الأمني. يا ترى تقييمنا إيه للفترة اللي فاتت، فترة الرئاسة المنصرمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازاته في ملف الأمن، ما نطلبه وما نطمع فيه إن الرئيس يحققه في الفترة اللي جاية، فترة ولايته الثانية إن شاء الله. ده هيكون عن طريق أو هنعرفه من خلال سيادة العميد خالد عكاشة الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب. سيادة العميد مساء الخير وألف مبروك علينا وعلى مصر. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير للمستمعين جميعا. أنا بشارككم في التهنئة. ألف مبروك لمصر وللشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي. عملية انتخابية الحقيقة مشرفة، وعملية انتخابية تشكل حالة أنا بشوف إنها فيها قدر عالي جدا من الإيجابية، وده الحقيقة اللي كل يعني الوطنيين المصريين كان لديهم هذا الهاجس أو هذا الاهتمام أن تكون مصر والمصريين قادرين على صناعة مشهد انتخابي محترم، وهذا ما واجهناه خلال الأيام الماضية، وكان الحقيقة شيء مشرف جدا. بدأ من المصريين في الخارج وامتد وصولا إلى المصريين في الداخل في كافة محافظات الجمهورية. حقيقة مشهد يحتاج إلى التهنئة فعلا. مبروك لمصر، مبروك للمصريين، مبروك للرئيس الفائز عبد الفتاح السيسي والرئيس القادم لفترة رئاسية جديدة إن شاء الله. تمام. سيادة العميد، من الحاجات اللي تابعناها في ال4 سنين اللي فاتوا هو الملف الأمني، واللي الناس فعلا حست بمدى التغير اللي حصل في ال4 سنين اللي فاتوا، وتابعنا من خلال بيانات وزارة الداخلية إنجازات كتير جدا، القبض على ما يقرب من 40,000 متهم في ال4 سنين اللي فاتوا. لو حضرتك تكلمنا على ما تم من خلال وجهة نظر حضرتك كخبير أمني في ال4 سنين اللي فاتوا في الملف الأمني تحديدا. يعني الحقيقة الملف الأمني ربما حضراتكم اخترتوا أنه هو هيكون الملف الأول من الملفات اللي هيتم مناقشتها، والحقيقة ده يتوافق جدا جدا مع أن هذا الملف كان على رأس أولويات واهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي فور توليه المسؤولية. صحيح. حصل شغل على هذا الملف الحقيقة في الفترة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 بشكل مكثف، وكانت التحديات كانت كبيرة جدا جدا. جميعنا نتذكر الشهور اللي تالت شهر يوليو 2013 والتهديدات اللي مصر كانت بتتعرض ليها من الداخل والخارج، وحالة من حالات التهديد
التهديد الارهابي الواسع النطاق كان في اكتر من مكان، كان داخليا وخارجيا طبعا سياده العميد. يعني بس انا بنلقي الضوء على ان احنا كنا بادئين الحياه من نقطه شديده الصعوبه، لكن بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه في 2014 الحقيقه حصل تطور بنى على الشغل اللي حصل بعد ثوره يونيو. يعني حصل تطور كبير جدا وحصل اهتمام بالغ بان هذا الملف هو ملف المحوري، والملف اللي هو قادر على خدمه باقي ملفات الدوله اللي هتشتغل عليها، ان كانت مشروعات تنمويه، ان كان مشروع اجتماعي، ان كان مشروعات قوميه كبيره كانت مصر بتطمح ليها وبدات فيها مع الايام الاولى. لذلك كان تكثيف العمل في الملف الامني ده كان شيء شديد الاهميه وحظى الحقيقه باولويه كبيره جدا. السنوات الاولى كان هناك مكافحه قريبه جدا او يعني عن كثب جدا لكل النشاطات والتنظيمات الارهابيه اللي خرجت الى الساحه في محاوله لكسر اراده الشعب المصري والدوله المصريه. الحقيقه نجحت الاجهزه الامنيه في ان هي تكون على قدر هذا التحدي، وكسرت هذا المخطط على مدار الاعوام الاولى، بتكلم على 2014 2015 و16. فوجئنا بان المنحنيات بتسير الى مؤشرات ايجابيه بشكل جيد جدا، وكل خطوه كانت الاجهزه الامنيه بتاخدها للامام كانت بتحقق فيها نجاحات. تمام. سيادة العميد يمكن ده كله حديث عن الإنجازات الأمنية في الفترة المنصرمة. طيب لو هننتقل للنص الثاني من السؤال بقى، ما تتوقعه أو ما تتمناه حضرتك كخبير أمني من السيد الرئيس لأن يهتم به في الجانب الأمني في الفترة الرئاسية الجديدة؟ حضرتك تتمنى إيه من الرئيس ليقوم به في ملف الأمن في الفترة الرئاسية الجديدة؟ يعني الحقيقه اول نقطه ربما احنا ممكن نقول ان احنا في وسطها تماما، وهي نقطه العمل على القضاء على الارهاب بشكل كامل واقتلاع جذوره من منطقه شمال سيناء. وده بدأ بالفعل. احنا في وسط العمليه سيناء 2018 بالظبط. العمليه صدر لها 17 بيان رسمي حتى الامس. صحيح. حققت نجاحات متميزه جدا. التهديد اللي كان موجود في سيناء كان تهديد معقد، والطبيعه الجغرافيه لهذه المنطقه كانت بتحتاج الى شغل كبير، وده اللي خلى القوات المسلحه تكون في صداره المشهد في هذا المكان، في صداره المواجهه. تمام. وزاره الداخليه موجوده بقوه في هذا المكان وبتعمل بجوار القوات المسلحه، واعتقد ان انهاء هذا الملف خلال الاسابيع او الشهور الاولى من الولايه القادمه انا بشوف ان هو امر شديد الاهميه. والسيد الرئيس اشار لي في الزياره المهمه اللي قام بها من اسابيع في احدى القواعد العسكريه في شمال سيناء. العمليه دي مستمره هتكمل معانا خلال الشهور القادمه، وسيادته افصح عن ان شاء الله قبل نهايه هذا العام 2018 هنكون بنحتفل على ارض سيناء بتطهيرها بشكل كامل وبكسر اي تهديد ارهابي كان يحاول استغلال هذه المنطقه للتوطن فيها او لاستخدامها كمهدد للدوله المصريه بكاملها. تمام. العميد بالنسبه للداخل الحقيقه اتفضل. الداخل في مجموعه تحديات اخرى ليها علاقه بالتنظيمات التابعه لجماعه الاخوان وتنظيمات ارهابيه زي حسم لواء الثوره وغيرها من التنظيمات اللي هي بيديرها جماعه الاخوان بشكل مباشر. هذا الملف وزاره الداخليه والامن الوطني على وجه التحديد الحقيقه محققه فيها نجاحات غايه في التميز، وكنا يعني قدام امكانيات هائله استطاعت الاجهزه الامنيه التابعه لوزاره الداخليه انها تكسر كل هذه الامكانيات وتضيق النطاق عليهم بشكل كبير. اعتقد ان هم ايضا الفتره القادمه مطالبين ان احنا نشتغل على الملف دوت بشكل اكثر اهتماما مما سبق علشان نبني على النجاحات. تمام. العميد لن يكف الاخوان المسلمين عن محاوله
ان هم يدخلوا المعادله الامنيه في حاله من الارتباك. بالفعل يا فندم، ويمكن ويمكن ده فعلا اللي القياده السياسيه بتشتغل عليه الفتره دي. العميد خالد عكاشه الخبير الامني وعضو المجلس القومي لمواجهه الارهاب والتطرف، بنشكر حضرتك جدا وبنبارك لحضرتك على الانتخابات الرئاسيه وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام محمود، كمان عايزين قبل ما نطلع لفاصل نقول ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيلقي بعد قليل خطاب للامه، يعني تمام. انتظروا بعد قليل جدا ان شاء الله خطاب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايز اقول حاجه كمان معلش يا محمود، ان طبعا بمجرد اعلان النتيجه نتيجه الانتخابات، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيه تهنئه من كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وايضا من خادم الحرمين الشريفين اتصل بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بتهنئته، وايضا اتصل بفخامه الرئيس الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه والامام الاكبر احمد الطيب، وكمان سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد قدم التهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنبارك للشعب المصري كله يا احمد، وبنقول لكل الناس كل اللي بيسمعونا ابعتوا رساله للرئيس السيسي على 9370 الاس ام اس، وكلمونا على 1770 او 0900 9370. ابعتوا لنا رساله، ابعتوا لنا فكره مشروع، قولوا كل اللي حابين تشوفوه في الاربع سنين اللي جايين. لسه مكملين معاكم بعد ما نسمع الاغنيه دي، محمود ربيعي واحمد الصفتي في تغطيه نتائج انتخابات 2018. مكملين معاكم على دي ار ان 93.7 الكلمه تفرق، وتغطيه نتائج الانتخابات الرئاسيه ل 2018 وفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتره ولايه رئاسيه تانية. وما تنسوش ان احنا بنسال سؤال مهم قوي، لو حابب توجه رساله للسيد الرئيس او لو عندك اي تعليق على اي حاجه حصلت خلال فتره ولايه الرئيس الماضيه، اللي فات خلاص، ولكن لو عندك اي تعليق حابب تقوله اتفضل قول لنا، او لو عندك سؤال او لو عندك فكره او مقترح للفتره الرئاسيه القادمه ابعتوا لنا على 9370 او كلمونا على 1770 او 0900 9370. وهيكون معانا دلوقتي ولسه بنتكلم في الملف الامني اللواء محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني السابق، اللي هيكلمنا لسه في مجال او في القطاع الامني خلال الاربع سنين اللي فاتوا وكمان الاربع سنين اللي جايين. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك كثير والف مبروك. الف مبروك علينا وعلى مصر كلها يا فندم فتره الرئاسه الجديده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سياده اللواء، يعني كتير قوي من الانجازات على مختلف الاصعده والقطاعات حصلت في الفتره الرئاسيه اللي فاتت. لو هنخصص كلامنا عن قطاع التسليح للقوات المسلحة والمرتبة أو الترتيب اللي وصل له الجيش المصري وسط الجيوش العربية والجيوش الدولية، تحب تقول إيه حضرتك أو تعلق على ده بإيه؟ هو أولا لازم نقول إن هو الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده النظرة الاستراتيجية عميقة. تمام. ولما حط التخطيط بتاع 2030 حاطط من ضمنها تعزيز القوى الدفاعيه العسكريه المصريه. وهتلاقي بدا من بدايه خالص اتصالات مع الجانب الروسي علشان ينوع مصادر التسليح، وبالتالي يضمن حريه بناء او اعاده رفع مستوى كفاءه المنظومه الدفاعيه للجيش المصري. تمام. هتلاقي بدا مع الروس وخد جزء من التسليح، وكان اول تسليح خده من عندهم اللي هو تحديث الدفاع الجوي بالصواريخ منظومه الدفاع الجوي بالفعل. وده غير في الشكل الدفاعي لمصر وخلاها سمائها محميه 100% مع تجديد الصواريخ والماده الفعاله بتاعتها والكلام ده، ولا بتوع الدفاع الجوي عارفوا الكلام ده كويس يعني. صحيح. وبالتالي هنا دي كانت اول طفره موجوده في التسليح. تمام. الطفره الثانيه دخل فيها انه لما حصل المساعدات الامريكيه توقفت ايام اوباما، لم اعترض عليها ولم يعترض عليها، وده الشيء العظيم في الفكر العسكري بقى. ما اعترضش عليهم ولا اتكلم من ده، غير هو وبدا يشوف مصادر اخرى، واستطاع ان يقنع فرنسا انها تدينا الطياره الرافال. والطياره الرافال دي كانت بالنسبه لامريكا زي يعني مثلا نقول بالبلد كده القلم على القفا. والمسترال كمان يا فندم. لانها بتحافظ على توازن القوى الموجود، وكان فرض علينا احنا نبقى قوه دفاعيه واسرائيل قوه هجوميه. فانت لما جيت الطياره الرافال بقت اول مره يدخل في التسليح المصري طياره هجوميه، وبالتالي انت كسرت توازن القوى اللي هم كانوا فارضينه عليك. صحيح. دي من اكبر الالام اللي خدها الجانب الغربي في هذا الموضوع واسرائيل نفسها. وتعليق حضرتك بقى يا سياده اللواء على ترتيب الجيش المصري او الترتيب اللي وصل له الجيش المصري. انا جاي لك هو هيجي الترتيب منين؟ اتفضل يا فندم. هو الترتيب بيجي ما بيجيش
على انك انت جبت قطعه سلاح او عملت اتفاقيه، لا، مم. ده انت جبت سلاح، قطعه، 2 نوع جديد، 3 رحت جبت القوات البحريه حدثتها بالقطع البحريه من سواء من الروس او الامريكان نفسهم اللي كانت متعطله عندهم، او الجزء الكبير اللي انت جبته من فرنسا سواء الفرقاطه او اللانشات او المسيرات اللي غيرت توازين القوى في البحر المتوسط تماما، سواء من ناحيه الدفاعيه كجيش او من ناحيه الدفاع عن مناطق الاستثمار الجديده اللي انت ضمتها عليك بترسيم الحدود 125 كيلو في البحر زياده. وما يعني انت كنت بتجيب الحاجات دي عشان تلعب بيها ولا منظره؟ لا، انت جايبها عشان شغل. وبالتالي صحيح. لما اجي اقيم بقى في الترتيب الجيش المصري هرجع بقى للاصول. عنده قطع سلاح وعنده سلاح جديد وعنده سلاح قديم. هل الجيش المصري عنده من النظم التدريبيه اللي يقدر يستوعب هذا الكلام في فتره محدوده؟ اذا لازم يبقى الترتيب حيزين. هل الجيش المصري عنده من القوى البشريه الواعيه والمدركه في العلم انها تقدر تستوعب السلاح الجديد واستخدامه بحرفيه؟ يبقى لازم الجيش يتقدم. طب القوى البشريه دي قد ايه؟ صغيره ولا كثيره وعلى القد؟ لا، ده على تكفي السلاح الموجود والاحتياطي بتاعها كتير كمان البشري يقدر يغطي الموضوع كده. لا، ده البلد دي بقى لها نظام. طب هل عندها من خطط استراتيجيه في الدفاع عن نفسها او الخروج لمناطق اخرى زي دعم احد الدول الخاصه بمناطق الامن القومي ولا لا؟ موجود. يبقى اذا لازم الترتيب يزيد. عشان كده لما نقول الترتيب انا افضل ان انا اقوله باسبابه، ما اقولوش بالرقم وخلاص. حضرتك تتوقع مزيد من الارتفاع في الترتيب ده بالنسبه لقوه الجيش المصري او ترتيبه على مستوى الجيوش في المنطقه وفي العالم؟ مؤكد، لسبب ان هو برضه عينه على الوضع في الشرق الاوسط. النهارده انت كان التوازن القوى المبني في الشرق الاوسط انت وسوريا تهد اسرائيل. طب سوريا بتروح ولو رجعت مش هترجع زي ما كانت. هل انت هتستمر بقى على وضعك القديم النص بالنص او الثلث او الثلثين، ولا لازم تزود عشان تبقى زي التهديد اللي جاي لك؟ تمام، صحيح، لازم هتزود. تمام. يبقى اذا هو من ضمن القضايا اللي هيواجهها الفتره اللي جايه زياده قدرات دفاعيه للجيش المصري اكثر فاكثر. تمام. سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني السابق، بنشكر حضرتك على مداخلتك وعلى كل المعلومات دي. ونحب بس نفكر أو نعرف المستمعين إن في محمود احتفالات في صحيح. عدد كبير جدا من الميادين دلوقتي في الجيزة وفي القاهرة وفي المحافظات كمان. لسه كنا شايفين محافظة البحيرة دلوقتي كان فيها احتفالات كبيرة، ومحافظة الأقصر وعدد كبير من المحافظات فيها احتفالات بفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان يا أحمد سيادة الرئيس بيتلقى دلوقتي برقيات تهنئة من أكتر من حاكم وأمير في الدول العربية. بداية السلطان قابوس بيبعت برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيس للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. كمان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي بعث ايضا برقيه للرئيس عبد الفتاح السيسي. عندنا كتير قوي هنقول لكم عليه، ولكن نطلع للفاصل ده ونرجع نكمل معاكم وتغطيه فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتره ولايه رئاسيه جديده. لين معاكم تغطيه راديو دي ار ان 93.7. لسه معاكم محمود ربيعي واحمد الصفتي في تغطيه فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2018. وكنا قبل الفاصل بنتكلم على الملف الامني وقد ايه حصل فيه انجازات سواء داخليا او خارجيا، سواء في قطاع التسليح او في ضبط الوضع الامني داخليا. وكان معانا ضيوف مهمين جدا قالوا لنا كتير من التفاصيل. دلوقتي هنروح لملف مهم جدا 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 في الاربع سنين اللي فاتوا وكمان للاربع سنين اللي جايين، وهو الملف الاقتصادي. قد ايه حصل فيه تغير كبير جدا بالارقام اللي احنا هنتناولها واحنا بنتكلم على مدار الحلقه دلوقتي. ولكن معانا ضيف مهم جدا دلوقتي في القطاع ده. معانا سياده اللواء سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه السابق. سياده اللواء مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير وكل سنه طيبين لحضرتك ولكل المستمعين، ومبروك لشعب مصر. مبروك علينا كلنا يا فندم. مبروك علينا كلنا يا فندم. سيادة اللواء يمكن طبعا زي ما محمود قال ان قطاع الاقتصاد في مصر من ابرز واهم القطاعات اللي كانت بتهم المواطن المصري وبتهم الشعب المصري كله. قطاع الاقتصاد فيه افرع كتيره يا فندم، بورصه، عملات، حقول، نفط، بترول، حاجات كتيره يا فندم. ولكن احنا عايزين نخصص حديثنا مع حضرتك عن قطاع الطاقه
وده ابرز قطاعات الاقتصاد. راي حضرتك ايه يا فندم في اللي حققته مصر او اللي توصل ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الطاقه خلال فتره ولايته المنصرمه او المنتهيه في مجال الطاقه واكتشاف حقول وكده، وخصوصا كمان او بالاخص حقل زهر؟ فرأي حضرتك ايه وتقييم حضرتك ايه لكل ده؟ طيب، اول حاجه يعني اول اجراء يمكن عمله السيد رئيس السيسي اول ما مسك الفتره الاولانيه خالص، راح عشان يقضي على كلمه الدعم اللي بيتقدم للطاقه، فرفع الاسعار المره الاولانيه ثم المره الثانيه، وده عشان يقرب السعر من السعر العالمي، وده اجراء اقتصادي رائع عشان يظبط السوق المحلي. صحيح. الحاجه الثانيه بقى اللي انا تهمني انا وانا قلتها في كل مكان، الرئيس السيسي بعد 100 سنه لما تيجي الناس تتكلم عن تاريخه هنلاقي من الحاجات الرئيسيه اللي عملها 4-5 حاجات في حياته، وهو انه رسم الحدود البحريه بالظبط بين مصر واسرائيل وقبرص واليونان. صحيح. الكلام ده عمله من سنتين عشان كان هناك بوتنشال او مميزات او اهداف جايه في الفتره اللي جايه في منطقه البحر المتوسط امام الحدود بتاعت مصر. صحيح. فعشان كده كل التقارير بتقول ان احنا ان شاء الله بحقل زهر اللي طلع وباقي الحقول النهارده في 44 اكتشاف تاني شغال. فان شاء الله احنا السنه دي 2018 هنكتفي من الغاز لمطالبنا العاديه. صحيح. 2019 هنكتفي بالغاز للاستثمار، يعني للمصانع. يعني بعد كده ان ما هيبدا نعمل استثمارات، ولادنا هيلاقوا شغل وهيبقى في رخاء بالنسبه لمصر. 2020 دي الجائزه الكبيره لمصر، واللي احنا هنصدر من خلال خط انابيب غاز الى اوروبا، جنوب اوروبا. صحيح. تعرف ان اوروبا بتاخد في الشمال غازها من روسيا. بالظبط. تمام. عن اوكرانيا. صح. انما اوروبا النهارده كلها مستنيه الغاز المصري في الجنوب، ناحيه اسبانيا، ايطاليا وفرنسا، كل دول هياخدوا، وهنبقى احنا مركز اقليمي لتوزيع الغاز، لان اسرائيل الغاز اللي هيطلع لها ماهوش بالكبر عشان تعمل له خط غاز. تمام. اذا احنا هناخد من هنا وهناخد من اليونان وهناخد من قبرص وهنصدر الغاز. فده طبعا تمام. انا بعتبره اهم انجاز اقتصادي في الفتره القادمه بعد الانجاز ان انت صلحت المسار الاقتصادي لمصر. ان شاء الله 2019 هنبدا نعمل مصانع جديده، هيبقى في عندنا غاز عشان تشتغل مصانع. 2020 عندك هتصدر المصانع وهتصدر، فهيبقى عندك دخل كبير. فان شاء الله الرخاء كله زي هل يا سياده اللواء كذا مره في كل البرامج 2020 هو عام الرخاء. هل يا سياده اللواء احنا منتظرين اكتشافات جديده في المياه الاقليميه لمصر وحقول جديده هتساعد في ان احنا نبقى فعلا مركز اقليمي اكتر في الغاز ومصدر من الدول المصدره عالميا للغاز في الفتره اللي جايه؟ ما انا قلت لك احنا عندنا دلوقتي النهارده غير زهر عندنا 44 حقل بيكتشف حاليا عشان يطلع منه غاز. لو طلع لك حقل 2 3 4 من 44 دولت يبقى خلاص انت عديت. صحيح. فاهم؟ صحيح. ان شاء الله ال 44 دول معناها ما فيش يعني شركه غاز بتدور انها هي ترمي الفلوس، احنا ما بنديهاش، هي بتاخد منك كونسيشن، منطقه امتياز، تقول لك انا هكتشف هنا. صحيح. وتصرف، بعد ما تصرف وتلاقي الغاز بتستقطع لصرافته، اذا ما لقيتش بتمشي. صحيح. فمش معقول تلاقي في ال 44 دولت شركه بتشتغلوا وهم مش واثقين. اكيد. ان شاء الله احنا ضامنين ان شاء الله ان احنا هنلاقي، لان كل الوعود او كل الحسابات بتقول ان في منطقه شمال البحر المتوسط بالنسبه لمصر كلها موعوده بالغاز، عايمه على بحيره من الغاز. فان شاء الله اكتشافين تانيين او 3 زي زهر مصر تخش بقى من كبار الدول المصدره للغاز في العالم. صح. وربنا يكرمنا، وده معناه انه رخاء واستثمار لاولاد مصر في الفتره القادمه. ويمكن ده كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيعمل عليه باذن الله في فتره رئاسته الجديده. سياده اللواء سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه السابق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. محمود، برضو يعني لسه في رسائل تهنئه جديده وكتيره بتصل الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني مثلا رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح قدم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. كمان رئيس بيلاروسيا بعت برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة على فوزه بفترة رئاسية جديدة. كمان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعث برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته بالفترة الانتخابية الجديدة. برضو صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين أرسل برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعتقد أن يعني لو الشعب المصري كله في إيده أن هو يرسل
يرسل برقيات تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي. اعتقد انه هيعمل كده، وده باين جدا في الاحتفالات اللي شايفينها في الشوارع دلوقتي. يمكن احنا عدد كبير من مراسلينا دلوقتي في الشارع في محافظات وفي ميادين مختلفه من القاهره الكبرى والجيزه بيرصدوا المحافظات كمان. وفي المحافظات بيرصدوا مظاهر الاحتفال وفرحه الناس برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديده. الملف الاقتصادي يا احمد زي ما احنا قدمناه من شويه واللي لسه هنتكلم فيه شويه كمان، شهد انجازات كبيره جدا في ال4 سنين اللي فاتوا. هنتناقش وهنتكلم بعناوين سريعه جدا. ممكن نذكر كده اللي حصل في ال4 سنين اللي فاتوا من مشروعات قوميه زي محور تنميه قناه السويس، الضبعه النوويه، المدن الجديده، المشروعات العقاريه والاسكان الاجتماعي، تطوير العشوائيات، وده من الملفات المهمه جدا اللي حصلت في ال4 سنين اللي فاتوا واللي ادى الى نقله لكتير من الناس اللي ساكنين في العشوائيات والمدن الجديده اللي حصلت زي الاسمرات وغيرها كتير. كمان عندنا من اهم المشروعات القوميه العاصمه الاداريه الجديده اللي شغلت الاف والاف من الشباب ومن المصريين، وهتوفر فرص عمل كتيره وهتساعد كمان في الرخاء في مصر وفي القاهره والجيزه وفي اماكن كتير قوي. مشروعات الطرق والكباري اللي بالاف الكيلومترات، الغاز والنفط وحقل زهر زي ما اتكلمنا عنهم مع سياده اللواء سمير فرج دلوقتي. كمان مدينه الاساس الجديده وخط المترو الرابع كمان. صحيح. كمان يا احمد من المعلومات المهمه جدا او المشروعات المهمه جدا اللي حصل فيها تطوير كبير هي محطات الكهرباء والمزارع طبعا السمكيه الكبيره اللي ادت الى توفير في القطاع ده في السوق المصريه وتعديل في الاسعار انها تقل بشكل كبير. من الحاجات المهمه جدا كمان اقتصاديا الاحتياطي النقدي. الاحتياطي النقدي كان من 4 سنين رقم قليل جدا، كان مؤثر في تقييم مصر بالسلب عالميا، لكن دلوقتي وصل الاحتياطي النقدي الى 42 مليار دولار او اكتر كمان قليل من 42 مليار دولار. شامل بقى ودائع مش شامل ودائع ده هنعرفه مع خبراء اكتر ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل هنطلع لفاصل سريع ونرجع ومكملين معاكم احمد الصفتي ومحمود ربيع وتغطيه فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسه الجديده من 2018 ل 2022. وبرضه بنفكركم لو حابب توجه رساله للسيد الرئيس او لو عندك تعليق على اي حاجه حصلت في فتره الرئاسه السابقه تبعتها لنا، وكمان لو عندك مقترح يفيد في التطوير والتنميه ابعته لنا على 9370 وكلمونا من اي تليفون على 0900 9370 او من اي موبايل على 1770. فاصل ونرجع لكم. هنكمل معاكم محمود ربيعي واحمد الصفتي ولسه بنتابع الانجازات في الملف الاقتصادي خلال ال4 سنين اللي فاتوا، ولسه بنسالكم نفس السؤال. ابعتوا رساله او فكره او مشروع او اي حاجه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال 9370 ده الاس ام اس، وتكلمونا على 1770 او 0900 9370. من اهم الملفات زي ما قلنا محمود معانا هو الملف الاقتصادي او قطاع الاقتصاد، وزي ما نوهنا قبل الفاصل قلنا ان الاحتياطي النقدي او يمكن يعني خلينا نكون واضحين اكتر تمام ان من اهم انجازات السيد الرئيس في الملف الاقتصادي هي ارتفاع الاحتياطي النقدي الى حوالي 42.5 مليار دولار بعد ما زي ما قلت بعد ما كان 16 مليار دولار في عام 2014 اللي هو بمجرد استلام الرئيس لمصر. صحيح. من الحاجات المهمه كمان جدا يا احمد هي معدلات البطاله اللي انخفضت من 13.4% الى 11.9%، ودي حاجه مهمه جدا بتؤكد وجود فرص عمل ودخول الناس الى او دخول الشباب الى سوق العمل. وده من عايز اقول لك من المعدلات او من المعالم المهمه جدا لاي اقتصاد في العالم، فكره وجود الناس في المصانع في الشغل ده بياخد فلوس فبيشتري فعجله الانتاج بتكون اقوى واسرع بكتير جدا. صحيح. كمان حفر قناه السويس يا محمود وشقها وافتتاحها في عام واحد بس، وكمان معاها تدشين محور اقليم القناه اللي هو الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط. احنا طبعا هي الاقاويل كانت بتردد على انها بتكلفه 64 مليار، ولكن هي مش كلها كلفت ال 64 مليار، هو في جزء استخدم للشق والحفر وفي جزء تاني استخدم في مشروعات اخرى والتجهيزات اللوجستيه والخدمات اللوجستيه. من الحاجات المهمه جدا يا احمد كمان في ال4 سنين اللي فاتوا هو تدفق الاستثمارات الاجنبيه على الاقتصاد المصري، وده زاد بنسبه 14% تحديدا كمان في العام 2016 2017. ووجود الاستثمارات الاجنبيه في اي اقتصاد بيخلي برضو عجله التنميه تبقى اقوى واسرع ومؤشر على النهوض بالاقتصاد. مؤشر مهم جدا لاي اقتصاد في العالم وجود الاستثمارات الاجنبيه. صح. كمان يا ربيعي انخفاض معدلات التضخم من 35% ل 22% خلال 4 سنين، ويعني كمان ده في استهداف ان هي توصل لنسبه 13%. طبعا معدل التضخم ده نتيجه ان بشكل بسيط كده ان المعروض قليل والطلب كتير، وكمان ان في فلوس كتير ولكن مفيش
طلب كتير، يعني العرض والطلب والمعروض من النقود مش موازي لبعضه، كله ده بيؤدي للتضخم. تمام. من الحاجات المهمة جدا اقتصاديا يا أحمد، والحاجات اللي الناس أكيد لاحظتها وتحديدا اللي بيتابعوا القطاع ده، هو البورصة المصرية اللي شهدت ارتفاعات قوية جدا يمكن ما شهدتهاش في تاريخها في الأربع سنين اللي فاتوا. لو رحنا مثلا لعام 2014 المؤشر الثلاثيني اللي هو المؤشر الأهم والأقوى في البورصة المصرية ارتفع ب 32%، وده رقم كبير جدا. سنة 2015 شفنا المؤشر تراجع شويه 21%، وده شيء من الحاجات المعروفه للناس اللي بتتابع البورصه، يعني ان بعد اي ارتفاع بيحصل حاجه من اسمها التصحيح. العام اللي بعده 2016 يا احمد شفنا ارتفاعات يعني قويه بشكل كبير جدا، شفنا 76% نسبه ارتفاع بالنسبه للمؤشر الرئيسي اللي هو المؤشر الثلاثيني، ودي اعلى نسبه ارتفاع في تاريخ المؤشر. باختصار كده، وفي عام 2017 كمان المؤشر ارتفع لحوالي او لما يقرب لنسبة 19%. وكمان احنا من فترة قريبة جدا قرينا ان البورصة المصرية ربحت ما يقرب من مليار جنيه بالظبط. ده كمان يا احمد بيسموه حجم التداول اللي هو البيع والشراء اللي جوه البورصه المصريه. المعدلات زمان كانت 200-300 مليون في اليوم حجم التداول او قيم التداول اللي موجوده في البورصه المصريه. دلوقتي بقينا نشوف المؤشر او البورصه بتشهد قيم تداول توصل ل 2 مليار جنيه في اليوم، وده رقم كبير جدا، وبرده من المعدلات اللي بتراعى جدا في البورصه المصريه. وهي من الحاجات المهمه يا احمد، دايما بيقولوا على البورصه هي مرآة الاقتصاد. فلما بتلاقي البورصه المصريه بترتفع، ده معناه ان الشركات اللي موجوده جوه البورصه المصريه ادائها ايجابي وارقامها ايجابيه، وبالتالي ده مؤشر العالم كله بينظر له من خلال اي اقتصاد من خلال البورصه بتاعته. سريعا كمان يا محمود، وقطاع اخر مهم في قطاعات الاقتصاد وهو قطاع الصناعه. الرئيس السيسي في عهده او في خلال فتره ولايته السابقه افتتح 1000 مصنع جديد، وتم تشغيل 450 مصنع منهم بعد ما كانوا واقفين خالص، وكمان سهل تراخيص او الحصول على تراخيص للمستثمرين. تمام. كمان في حاجه مهمه جدا يا احمد، وكل الناس عانت منها لغايه لما قدرنا ننجح في ده، وهو فيروس سي اللي احنا شفنا فيه تطور ونقله نوعيه كبيره جدا في الاربع سنين اللي فاتوا. الدواء بتاع فيروس سي بيتباع في مصر باقل سعر في العالم، يعني بقينا فعلا في مصر عندنا سياحه علاجيه، ناس بتيجي من كل بلاد العالم عشان تتعالج من فيروس سي في مصر، وده جدا. ومنهم مثلا علاج 346 الف مريض بفيروس سي على نفقه الدوله. التكلفه تقريبا كانت 1,820 مليون جنيه. بالظبط كده. عدد المسجلين او اللي اتسجلوا في مستشفيات مصر حوالي 1,200,000 مريض، اتوجه منهم حوالي 468,000 مريض لاستكمال اجراءات الحصول على العلاج اللي هي العلاجات المجانيه اللي طرحتها الدوله. وبلغ عدد المرضى اللي اكتمل لهم الفحوصات حوالي 273,000 مواطن. تعالى كمان يا احمد بقى نروح للاسكان والانشاءات. احنا اتكلمنا على ده في بدايه الساعه بتاعتنا بشكل مختصر، لكن تعالى نشوف التفاصيل. انشاء العاصمه الاداريه الجديده و13 مدينه جديده في المحافظات، كمان بناء 25,000 وحده سكنيه لتوفير طبعا مسكن ملائم للقاطنين في المناطق العشوائيه. قطاع الاسكان والتشييد والبناء كبير جدا، وكان فيه تفاصيل كتير قوي. كمان تم تنفيذ حوالي 245,000 وحده سكنيه من فئات الاسكان الاجتماعي للمواطنين بتكلفه تقريبا بلغت 32 مليار جنيه، ولسه كمان بيتم تنفيذ حوالي 355,000 وحده بتكلفه تقريبا 71 مليار جنيه. كمان يا احمد انشاء وتطوير طرق حوالي 7,000 كيلو متر بتكلفه اجماليه وصلت الى 85 مليار جنيه، وما يقرب من 200 كوبري تكلفتهم حوالي 25 مليار جنيه. يعني القطاع ده شهد تطورات كبيره جدا في الانشاءات والمدن والكباري خلال الاربع سنين اللي فاتوا. في كمان قطاع مهم جدا يا محمود، هو قطاع الطاقه والكهرباء. ده هنتكلم عن اهم انجازاته وعن اهم انجازات الرئيس فيه، ولكن بعد الفاصل. ولا خليني قبل ما اطلع الفاصل اقول حاجه مهمه جدا. في رساله تهنئه خاصه جدا جدا واصله لنا دلوقتي من الاستاذه خديجه حموده مدير تحرير اخبار راديو DRN. الرساله بتقول واطمنوا بكره احلى والمستقبل مشرق ومصر الحلوه منوره الدنيا كلها. بنشكر استاذه خديجه طبعا وبنبارك لها على الانتخابات الرئاسيه وعلى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام، هنطلع لفاصل يا محمود دلوقتي ونرجع نكمل اهم انجازات السيد الرئيس في قطاع الطاقه والكهرباء. وما تنسوش تبعتوا لنا رسائلكم على 9370 وتليفوناتكم من اي خط ارضي على 0900 93 70 ومن اي موبايل على 1770. فاصل ونرجع لكم تاني وخليكم معانا. خير يا
ريس ومساء الفل في فترة رئاسية جديدة، وإن شاء الله هتروق وتحلى في الفترة اللي جاية وتبقى أحسن وأحسن بإذن الله. تمام يا احمد، نكمل الانجازات، ولكن خلينا نروح بقى لقطاع مهم جدا وهو قطاع التعليم. شفنا في قطاع التعليم الشراكه التعليميه المصريه اليابانيه، ودي احد اهم نتائج الزياره الناجحه اللي قام بها الرئيس الى اليابان، والشراكه دي بتهدف الى تعزيز التعاون في قطاع التعليم في مراحل التعليم قبل الاساسي، عشان تتضمن طبعا التعليم الفني بشكل شامل وتبادل الخبرات ما بين البلدين عن طريق تطبيق التجربه اليابانيه في التعليم المصري. فعلا وموضوع المدارس اليابانيه دي عملت ضجه كبيره قوي، يعني احنا صحيح. هيبقى عندنا مدارس في مصر على الطراز الياباني، والمدرسين والمعلمين او اوريدي سافروا علشان ياخدوا دورات تدريبيه في اليابان على كيفيه التعليم على الطراز الياباني الحديث، وبانشاء مصري، يعني بمصاريف قليله، مصاريف مصريه تناسب المصريين بكفاءة عالية. كمان يا احمد التعليم الفني، اطلاق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، واللي تعتبر نقلة نوعية في نظام التعليم المصري، وده طبعا بعد نجاح تجربة انشاء اول مدرستين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في بناء هذا النوع من المدارس في كل محافظات الجمهورية. كمان كان عندنا مشكلة كبيرة جدا يا محمود، وهي العمالة المؤقتة او المعلمين المؤقتين اللي ما كانوش متعينين. ففي خلال الفترة اللي فاتت تم تعيين 30,000 معلم من أجل القضاء على العجز اللي بتعاني منه بعض المدارس من حيث عدد المدرسين. فوزارة التربية والتعليم فعلا عملت مسابقة لاختيار 30,000 معلم خلال عام 2014 و2015 لتقليل العجز اللي وصل لحوالي 55,000 معلم. كمان يا أحمد عشان حل الأزمة والتكدس اللي موجود في المدارس، تم إنشاء 6129 فصل دراسي بمختلف مراحل التعليم في المحافظات. كمان الانتهاء من بناء أسوار 222 مدرسة في كافة أنحاء الجمهورية. وكمان غير ده إنشاء 60 محطة طاقة شمسية على أسطح المباني المدرسية من خلال مشروع طموح لتغطية 1200 مدرسة خلال 3 سنين، بمعنى إن المدرسة يبقى فيها طاقة. ضربنا عصفورين بحجر. بالظبط، تعليم وطاقة. بالظبط. تمام. كمان تم تطبيق منظومة الفصل التفاعلي لعدد 5800 فصل للصف الأول الثانوي، سواء ثانوي عام أو ثانوي فني. الفصل قدرته الاستيعابية حوالي 200,000 طالب في 13 محافظة. كمان يا احمد لو رحنا بقى لقطاع شويه مش بعيد قوي ولكن مختلف، وهو البحث العلمي. اعداد المشروعات البحثيه في مصر ارتفعت بنسبه 232%، وطبعا شهدت اعداد الابحاث العلميه المنشوره دوليا ارتفاع بنسبه زياده برضو بنسبه 29%، وازداد عدد الباحثين او المبعوثين في الخارج بنسبه 72%. يعني ان احنا نبعت العلماء بتوعنا في اماكن او في جامعات خارجيه عشان تكمله البحث العلمي. ملفات كتير جداً. كتير كتير مش قادرين يعني ان احنا نحصرها في الفترة دي، ولكن يعني لو قعدنا نتكلم فيها كتير قوي برضو مش هنقدر ان احنا نوفيها حقها. انجازات كتيرة حققها السيد الرئيس خلال الفترة اللي فاتت، وبنطمع ان شاء الله وبنطمح ان هي يتم استكمالها في الفترة الرئاسية القادمة. الف مبروك يا احمد، والف مبروك للشعب المصري، والف